لكن قبل ما اقفل الباب ديرت وشي وبصيت عليه تاني، كان واقف في نفس المكان بالظبط متحركش خطوة، وانا بصراحة مش عارف هو واقف الوقفة دي بيعمل ايه. المهم انا ريحت دماغي ودخلت انام. الصبح لما طلع بقى حاولت اتعرف عليه اكتر، بدأت اقعد معاه بقى ونتكلم وقلت له انت شغال ايه. سكت شوية كده كأنه كان بيفكر في إجابة، وبعدين لقيته بيقول لي أنا شغال شغلانة بسيطة كده، مرضيش يقول اسم الشغلانة حتى. الموضوع خلاني استغرب شوية، لكني قلت لنفسي يمكن الشخص ده مش بيحب يحكي عن نفسه. الغريب بقى إن طول اليوم ما شفتوش بيكلم حد، بيمسك موبايل أو حتى خرج برا الشقة. حتى الأكل لما طلبت أكل وعزمت عليه قال لي إنه مش جعان. المهم اليوم المتعب بتاعي ده خلص ودخلت قعدت في الأوضة على الموبايل شوية. بس وأنا قاعد في الأوضة فجأة سمعت صوت خبط خفيف، كأن حد بيمشي صوابعه على الحيطة وبيخبط عليها. خرجت أشوف إيه اللي بيحصل، لقيته واقف نفس الوقفة في الصالة وباصص للسقف. قلت له هو أنت سامع الصوت ده؟ لقيته بيقول لي أيوه، الصوت ده بيجي هنا على طول. على طول إيه يا ابني؟ أنت أول مرة تسكن معايا النهاردة. سألته الصوت ده بيجي منين طيب؟ رد وقال لي من